اهلا بيكم في ترافل كودز بودكاست، اول بودكاست في عالمنا العربي بيتكلم عن السفر. انا مروه علي وهكون معاكم في كل بودكاست. البودكاست بتاعنا بيجاوب على كل اسئلتك عن السفر، بيعيشك في سفريه وانت قاعد مكانك، بيساعدك تاخد قرار هتروح فين وبالطريقه المناسبه ليك. خليك معانا هتلاقي كل اللي بتدور عليه. This is the final call for all remaining passengers receiving immediately boarding in 148. اهلا بيكم في حلقه جديده من ترافل كودز بودكاست. وحشتونا. النهارده معايا مصطفى. يا مروه، ازيك يا مروه؟ وحشنا الناس. والله ده حقيقي، بس انا عايز اقولك ان انا بتبسط جدا بالبودكاست معاكي، لان انا بسترجع السفريه كلها بتفاصيلها، فبعيش كده في حاله انبساط وانشكاح. يعني بتنبسط بس ما بتعملوش شير، فده معناه ايه؟ كدكتور كده احكي لنا ده بينم عن ايه في النفسيه؟ ان انا بحب البودكاست، بحب اشارك فيه بقلبي وبكلامي بس. ماشي وانا بشاهدكم عليه انه ما بيعملوش شير عنده في الاكاونت ومخبي على الناس انه تريفلر. والله نسيت تريفلر والله بس ان شاء الله افتكر. احنا النهارده جينا عشان نحكي لكم عن اخر مغامراتنا. كينيا. يس، كمان كينيا عايزين نحط الموسيقى الكينيه. بوم بلا بوم. مش الراجل قالك دي حاجات مش عارف تراديشنال، حاجات ما اعرفش ايه كده. ناس بتعلق تعليقات مريبه، مش ده مشكله. حقيقي. احنا هنكمل برضو. هذا حقيقي. الكلاب تعوي والقافله تسير. درجن. في اجازه العيد الكبير قررنا ان احنا نطلع اجازه لذيذه، وكان في اجازه طويله غير متوقعه لكل الشعوب المصريه. صحيح. العيد نفسه 4 ايام والاجازه كانت 7، مش عارفين ليه، او 9 تقريبا. هو كان قبلها في حاجه تانية، كان عيد عمال، كان في حاجه. مش حاجه. لا كان في حاجه تانية والله. هو طول بقى 11 يوم تقريبا اجازه، يعني كانت اجازه طويله جدا، اجازه غير مفهومه غير مبرره، بس الحمد لله. بس كانت فرصه هايله. ما حدش يقول على اجازه لا بصراحه لا. وبعدين كانت فرصه عندنا احنا الاثنين، عندنا اجازه طويله، فقدرنا الحمد لله يعني ننظم حاجه لطيفه بالظبط. استكشف مجال افريقيا. الاحراش. طب قول لي اشمعنى كينيا؟ عشان احنا بقالنا فتره ما رحناش افريقيا، وانا عارف ان انت من عشاق القاره السمراء. حصل. واخر مره كنا في تنزانيا، صح؟ ما رحناش حاجه بعد تنزانيا بافريقيا. لا ما رحناش. كان عندنا بلان دايما بتبوظ لساوث افريكا، وبعدين عندنا كورونا. وبعدها جت الكورونا طبعا، فما عرفناش نروح بقى. لا ما رحناش. دي كانت اول مره نروح افريقيا مثلا من 4 سنين، وانا بحب افريقيا جدا. 4 سنين فعلا. ايوه كان بقالنا 4 سنين ما سافرناش اي حاجه في القاره السمراء، وكانت يعني حلم ان احنا نروح حاجه بقى في ايه، في افريقيا. بصراحه كان نفسي نروح اوغندا، نروح تاني نمسك تروحي، مش فاكر اسمها ايه. عايز اروح رواندا. قلت نروح رواندا تشيك بس ما حصلش. فقلت بقى خلاص نطلع على كينيا. ايوه بس هي كينيا جميله برضه، بس هي اسهل حاجه، يعني اسهل حاجه في الفيزا واسهل حاجه في التنقلات، وبعدين ليها خطوط طيران كتير بتروح هناك. هي الفيزا بتاعتها سهله جدا، بتتعمل اونلاين. طبعا في دول تانية فيزتها سهله، يعني اوغندا ورواندا برضو فيزتهم سهله، بس كينيا عندها طيرانات كتير. سياحيا كمان بلد ويل استابليشد، يعني السياحه فيها يعني مشهوره جدا. ومظبطه. واحنا زي ما اتفقنا في البودكاست اللي فات بتاع السفر بالعيال الصغيره دول، ان احسن حاجه تروح بيهم اماكن شويه ايه، مسيطره على السياحه عشان ما يتمرمطوش. ده مسيطره جدا. هنتكلم عن موضوع الترانزيت ولا مش هنتكلم عنه؟ هنتكلم كله جاي يلا بينا. عايز اقول لهم حاجه صغننه على البريكوزيتس بتاعت كينيا. هي مش زي كل دول افريقيا محتاجه 100 تطعيم، هي مش محتاجه اي تطعيم. احنا لما رحنا تنزانيا كان في الشهاده الصفراء اللي هي اليالو فيفر، مش فاكر تطعيم ايه تاني. هي اليالو فيفر بس احنا خدنا كذا حاجه. لا ودونا تطعيم ملاريا. لا قالوا بيلز كده، قالوا دي للملاريا بس هي مش اجباري، واحنا ما خدناش اصلا. ايوه. لكن في كينيا ممكن يكون كان زمان بيحتاجوا، بس دلوقتي ما فيش. يعني البريكوزيتس بتاعتها مجرد بس ان تبقى مطعم كورونا، ومش مطلوب منك اي تطعيم تاني ولا حمى صفراء ولا بي سي ار. مش عايزين بي سي ار ولا بي سي ار. فالموضوع كان بسيط برضو. دي حاجات اللي حمستنا ننطلق. مصطفى اللي كان ماسك التخطيط. حصل. احكي لنا يا مصطفى. بص بقى، انا قلت احنا هنعمل خطه تكون يعني متوافقه لينا، تمشي على قد امكانياتنا، على قد ان معانا علي نقدر ناخد لقطه حيوانات، نقدر نشوف كده الباركس، ونقدر ناخد لقطه بحر. والحمد لله ما عرفتش اعمل اي حاجه من الكلام ده. الحمد لله. بعون الله. بص، هو الاول عايزين نقول انها كانت سفريه كينيا لايت، مش كينيا عاده. ايوه ميني كينيا. لان دلوقتي كينيا فيها حاجات كتير جدا تتعمل، بس هي محتاجه طبعا تنقلات وتنطيط وحاجات شويه، يعني هاي ريسك على طفل شويه، يعني مش هعملها بعلي. بلس ان احنا رحنا قبل كده في افريقيا كذا حته، واخرهم كان تنزانيا عملنا فيها السفاري وعملنا يعني اطول سفاري ممكن فول دوز عملناها جرعه كامله، افترينا يعني. صح. فلما جينا رحنا كينيا قلنا لا، ويل دو ات لايت عشان خاطر علي ومفيش داعي للفرهده. وعشان كده قررنا نروح بس العاصمه نيروبي، ونروح مدينه ساحليه لذيذه، ورحنا دياني بيتش. البدايه بقى وقت المذاكره، انا كنت قاعد بذاكر الباركس. كان في باركس كتيره جدا في نيروبي ممكن نشوف فيها الحيوانات.
مش محتاجين بقى نروح نعمل اللي هي البيك سفاري. البيك سفاري الكبير بقى اللي هو كان هيبقى صعب بعلي. فقلنا نتفرج على الزرافه في الناشونال بارك، نتفرج على الحيوانات في اماكنها الطبيعيه العاديه، السنترز اللذيذه الصغننه دي بالظبط. وفي بقى اماكن مشهوره جدا هناك ومشهوره بالانستجرام بتاع التصوير، اللي هي الزرافه بتخش تفطر معاكي ايوه وتاكليها بيتصوروا بالروب كلهم بالبرنوس. أيوة. كل الناس بالبرانس. سالتهم الحقيقه بس قال لي لازم تحجز قبلها بسنه اه عشان تقدر تاخد اوضه هناك، محتاج قبلها بسنه. وعندهم 6 اوض، الاوتيل كله 6 اوض بس. الاوتيل المشهور قوي ده وبعدين الناس جنب الجراف سنتر صح؟ هو جنبه بالظبط واحنا مصورينه. صح، هو كان في ظهر الجراف سنتر، يعني تبقى قاعد باصص على الجراف سنتر اللي كنا فيه بالظبط. بس مين يا ابني هيروح يتصور بالبورنوس؟ احنا بتوع كده بصراحه لا مش احنا ما هينفعنا. رضيناش. قالوا لنا تعالى واحنا ايوه صح، ما خدتش بالي، انا نسيت. هم قالوا لنا عزموا علينا كتير، احنا ما رضيناش عشان عيب. بس هو اصلا الناس كلها بتقول ان هو هناك معمول كانه يعني جيم. وقت الفطار ووقت المغرب بيجوا الزرافه تاكل وتمشي، معروف هتتصور معاك وتمشي، هي عارفه بتعمل ايه. اصلا المكان نفسه الجراف سنتر اللي هو فيه الزرافات ده اللي رحناه، المكان نفسه من غير زرافات شكله رهيب، شكله حلو قوي. هي بصراحه كل الزرع في افريقيا حلو جدا جدا. والزرافات كده كتير وطويله، يعني المكان نفسه ماجيكال جدا، يعني ان تبقى قاعد في اوتيل في النص كده، لا رهيبه يعني. بس هم دايما بيقولوا ان الزرافات مش بتحب الاطفال، مش عارف ليه. قالوا لنا كده، قالوا لنا خلي بالكم يعني واحنا بناكلها وكده، خلي بالكم على علي عشان ايه، هي مش بتستظرف العيال الصغيره. سخيفه برضو الزرافات. هي اغلب الحيوانات كده، الحصينه والكلاب وكده بيحبوا الاطفال. بس الحيوانات اللي هي في البريه في الباديه والله مش عارفه. حتى المونكي ده غير خالص افلام موكلي وكده، مختلفه خالص. بصراحه هي الحاجات ما تمتش بالظبط زي ما احنا عايزين، بس وي هاد انجويد ا لوت بصراحه جدا انبسطنا. الحمد لله. وعلي كمان انبسط. علي كان اكسايتد للحاجات الجديده اللي بيشوفها، شاف حاجات كتير مختلفه. هي اصلا السفريات ما بتحلاش غير بالمواقف اللي هي بتبوظ البلان دي. ايوه يعني هناك حصل لنا كذا موقف طول السفريه اللي هو بيخرجك بره الخطه، بس هو ما بيتنسوش. بس هو قعدنا بقى جوه الغابه في مش اوتيل بقى، ما يعتبرش اوتيل، يعتبر اللي في نيروبي. اللي كنا قاعدين في كوتج كده خشب جوه الغابه، كانتري سايد كده. جميل جدا يعني، هو لوحده تجربه. والناس اللي فيها هايلين بصراحه جدا جدا. وده حاجه يعني برضو كانت اول مره اكتشفها، ان الشعب الكيني قد ايه لطيف وظريف، وتعاملهم يعني رقيق كده، مش خشن. يعني مثلا لما رحت غانا كانت الناس طف كده، لكن وفي تنزانيا كانوا بين البنين، بس في كينيا فيهم لا كينيا الناس كلها خدومه جدا. الناس كلها بتعرف تقدم سيرفيس وبتعرف تهتم وبتعرف ترحب. هم لطاف يعني. ده كان امبريشن يعني حسينا بيه انا ومصطفى اول ما وصلنا، وكان مختلف عن اللي كنا متخيلينه يعني. ايوه هي كينيا فيها نسبه لا باس بها من المسلمين، وفي تقريبا مسيحيين كمان. في مسيحيين طبعا. وفي حاجه تانية مش عارف، بس هو في مسلمين كتير، ففي اكل حلال، وكلهم عارفين مثلا لما بتيجي تطلب اكله او كده بيبقوا فاهمين عايز حلال، ده ما ينفع ده ما ينفعش. في ناس محجبه، يعني الجو العام كده ما تبقاش غرقان يعني الامور سهل. وغير ان كلهم بيتكلموا انجلش تقريبا، فما كانش عندنا مشكله في اللغه برضو، ودي حاجه لذيذه. وعندهم تواصل مع الخليج كبير، هم بيتعاملوا مع الخليج على طول وبيسافروا ويشتغلوا هناك، يعني عندهم دايما تواصل مع العالم العربي كبير. فكانت لطيفه برضو في كده، ان انت مش حاسس ان انت بتعاني في الاتصال، يعني عادي عمالين نتواصل عادي مفيش مشكله. بتبقى المفاجاه بالنسبه لي لما هناك في اي حته في افريقيا مثلا يتكلموا معانا ان احنا افارقه، الواحد بالنسبه له تبقى حاجه بره ذاكرته. يعني احنا بننسى ان احنا افارقه. يعني اول ما نزلت المطار لقيت واحد بيقول لي يا ابن النيل وبيسلم عليا وماشي، ما فهمش انه بيكلمني، بعد شويه ادركت انه كان بيكلمني انا. وجدير بالذكر برضو ان لو حد بيقلق شويه من الحيوانات او من الحشرات او من الحشرات يعني افريقيا مش احلى سفريات له بصراحه. افريقيا ولا اسيا طبعا. يعني اي حاجه فيها كائنات حيه كتير، دول الاثنين يعني اغنياء بالكائنات الحيه. ده حتى امريكا والله، ده في امريكا. فاكر لما رحنا فلوريدا وقالوا لنا بس خلي بالكم عشان ما تقربوش من البحيره، ما تقربوش معايا عشان تمساح ساعات بيعدي. نعم ممكن يخبط على الباب تلاقوا تمساح. هو عموما بره مصر الامور مختلفه شويه. صح جدا جدا، عشان الطبيعه متداخله في وسط الناس كده. الناس عايشين في وسط الطبيعه. لا في افريقيا كمان بالذات اتس ديفرنت. يعني احنا اول ما رحنا الكوتج اللي هو اللي كنا قاعدين فيها في نيروبي، فاحنا قعدنا في نيروبي في مكانين يعني. فاول مكان ده اللي هو كان وسط الغابات، يعني لما دخلنا كان مكان شكله جميل جدا، وتقولي كده بتطلع بسلم دور فوقاني كده، صنداره قال لك اوضه معرفش ايه، صنداره وحاطين لك فيها مرتبتين. أيوة. حكوا علينا. لقينا ايه بقى؟ مش عارف اقولها. بص يعني لقينا كده اثار اشياء عايشه فوق، عوادم بتاعت فار. احنا فهمنا انها عوادم فار على المرتبه. فنادينا الناس بقى في هلع، الحقوا يا جماعه، الحقونا في فار في الاوضه هياكل ودن الواد وكده.
فجم بقى البتاع فكرني بتاع ابن ابو جليل، ده صغير ومش سام. ايوه هو قال لنا كده، قال لك بس ده مش فار اصلا، دي ليزر، ده نوع من الليزر ده بيعيش هنا عادي. بس هو بيحب الخشب، فهتلاقيه مهما حاولنا نرش هو بيرجع تاني، بس احنا هننضف لكم ما تقلقوش. لا وكان في الحمام برضو كان في حاجه على الحيطه كده عوالق كانت بتخوف قوي يعني. انا ما شفتها على فكره يا جماعه، ما بخافش بالسهله يعني، عادي مفرقش معايا، بس اللي هو لا مش هتخشي معايا الدش مش هيحصل. لا انا كنت قاعد بلعب مع علي في البتاع اللي فوق بعد ما نضفوها، وبعدين بقى قاعدين نلعب وجري ورا بعض وحاجات كده، وبعدين شديت الستاره فلقيت حاجه طلعت تجري. الواد لقاني كشيت فجاه، عايز يقول لي بابي في ايه؟ انت صغرت ليه يا بابي؟ قلت له يلا ننزل بقى حبيبي، كفايه لعب كده، احنا لعبنا كتير، انا تعبت لازم نريح خلاص. لا يعني هو الوضع يعني دي افريقيا فما فيش هزار، افريقيا واسيا ما بنهزرش، تقابل جيكو تقابل حاجه ماشيه يعني عادي. بس هي برضو مش حاجات مرعبه لان الناس عايشه هناك، عشان برضو الناس من بعيد بيبقى عندها فكره ان هتخش على حاجه مرعبه. لا هو الموضوع مش مرعب، هو الموضوع عادي، بس محتاج يكون عندك استعداد لتقبل ده. هو برضه عشان احنا مش متعودين على كده يعني صح. يعني فاكره مثلا واحنا صغيرين لما كنا بنروح العجمي على طول عندنا، كنت واخده جدا ان انا الاقي البورس عمره ما يقلقني يعني، البورس وانا نايمه في الاوضه بيجي يقف في السقف تمام ما فيش. ايوه بالظبط، انا طول عمري بشوف البورس ولحد دلوقتي بيقلقني عادي جدا يعني. لا انا عايشه ما انا عايشه معاه طول الصيف. بس مثلا لو فكرنا فعلا الناس اللي عايشه في الصعيد، ناس عايشه في الارياف بالظبط، بيتعاملوا مع الحاجات الكائنات الحيه بشكل مختلف يعني، تعاملهم معاهم اسهل بكتير. كنت طفله يعني نلاقي عادي الضفدع، كل واحد يمسك له ضفدع يحطها في ايده ونقعد ننططهم. عمري ده على طول. الصرصار اللي هو بيطقطق، ايوه عارفه اللي بيعمل تك تك طبعا، نطقطق له ظهره. يا لهوي دي كانت لعبتنا. لا نجيب الصرصار ندوس على ظهره يعني. انا كنت طفل منمق، كل الحاجات دي كنتش بعملها. انا كنت طفل متشائم، كل الحاجات دي ما بعملش غيرها. مش عايزه احكي بقيه الحاجات يعني، انا منقيه لكم الحاجات اللذيذه اللي تنفع. فعشان كده بسافر عادي افريقيا واسيا. بس في ناس يعني اهو مصطفى منمق وبينفع يسافر برضه عادي جدا وبنتعامل يعني. ده احنا بنتكلم عن حشرات بس، مثلا لما رحنا دياني بيتش الموضوع كان متخطي الحشرات بكتير. لا حشرات مين بقى، خلاص نسينا الموضوع ده، احنا كنا عايشين مع القرود، عايشين في وسطهم اشكال والوان. المهم ان انا قريت في ريفيوز الكلام ده، بس ما تخيلتش ان هو لهذا الحد يعني. قريت ان القرود موجوده على الفطار مثلا، قلت كده زي السخنه، زي ما العصافير بتيجي تاكل. زي ما العصافير بتتلم مثلا على حته عيش ولا حاجه. قلت بيجوا الصبح شويه البان بتوع طابه مثلا، ده الستايل. قلت شويه صغيرين كده، كم قرد صغير بيتنططوا على الشجره من بعيد وباي باي وخلاص. كنتش اعرف ان الوضع كده الحقيقه. لا هو ما طلعش كده فعلا. هو اصلا يعني مصطفى قال لي قبل ما نروح احنا هنروح حته فيها مونكيز، ده علي هينبسط قوي، الريزورت بيقولوا فيه مونكيز. هو بالنسبه له نمبر 1 حيوانات المونكي يعني، هو المونكي ده احب حيوان بالنسبه له. هو اي حد متابعنا على البلوج على الانستجرام اكيد لاحظ، لان احنا بنسافر على طول ومونكي في ايدنا. ايوه ده حقيقي يعني ده مصاحبنا في كل الطيارات. ده الكائن الاحب ليه قبل السفريه دي. فانا بالنسبه لي مونكي يعني قشطه، هنلاقي مونكيز كده تمام يعني تمام. وقيس بيه افاجئ ان المونكي يا جماعه يعني واقف معانا، يعني هو ساكن معانا اكشولي، مش بيجي، ده قاعد. وبعدين بيجوا مجموعات فبيخضوا يعني. أيوة بتلاقي كتير، وبعدين هما بيخافوش مننا يعني، تحس ان انت رايح عندهم في بيتهم مقدمين. بيتهم هم عايشين هنا وانت بقى بتيجي، ده قصتك. ايوه ما تتحركوش. وكذا نوع، وبعدين كتير يعني. ممكن تلاقي مثلا فجأة 20 بيمشوا جنبك، ف20 ده رقم اصلا لو قابلنا عصفورة 20 هنخاف عادي. ايه كانت اللقطة الاولانية الراجل في الريسبشن بيرحب بينا وقال لنا ان علي هيتبسط عشان في مانكيز عندنا وهتحبوهم والجو ده، بس خلي بالكم ما تسيبوش اكل في الاوضة، ما تسيبوش حاجة مفتوحة. ما فهمتش اكل في الاوضة ايه اللي هيجيبهم لحد الاوضة يعني مثلاً. مش الدرجات دي يعني. ماشي دخلنا الاوضة ما فيش 10 دقايق لقيتك البلكونة اتملت، لقيت لك ناس معدية كده من البلكونة. وبعدين الاجمل بقى ان واحد فيهم بيمد ايده يفتح السلك. ايوه انت رايح فين يا حبيبي؟ لا وبعدين انت بتقفل هو ما بيزقك يعني. نعم بيزق الباب. انا داخل عندكم ايه؟ والله العظيم. وبعدين في حته في السلك كده كانت مفكوكه، غالبا هم اللي فكناها يعني بايديهم ولا ايه، فهو بيفتح من الحته المفكوكه، مش عارفها، مش بيجرب، هو عارف رايح فين يعني. هو فاتح حته في السلك وناوي يفتح خش بقى عندكم ايه النهارده. فاللي هو علي كان اكسايتد للحظه، بعد كده واتس هابينج يعني اتخض. لا القرد داخل علينا بحماس زياده بقى، ما كان بيتنطط فرحان اتخض كده فجأة بقى مخضوض منهم. ده داخل. وبعدين بقى مصطفى فين بيزق الباب، بيقول امشي يا ولا مفيش. وبعدين الموضوع ده ما حصلش مره، ده حصل اكتر من مره كان مصطفى مثلا بياخد دش وانا واقفه انا وعلي بنلعب، بيقول لي مامي ايه عايز يدخل، قلت له ماشي يا حبيبي. وبعدين بقى مصمم بيفتح الانوميتال، عايز يفتح بالاوكرا او يزق وكده. رحت رايحه بقى خبطت الباب، علي بيقول ايه مامي خاف يا عيني. هو خاف بس عشان الاكشن، حس كده ان القرد بيأتاك، حس انه بس هم انت عارفه القرود اصلا في الهند بيعملوا كده، بيسرقوا
يعني يخشوا مجموعات عائلات قرود بيخشوا البيوت يسرقوها كامله، بيسرقوا الثلاجه باللي فيها ويطلعوا. ايوه يعني بياخدوا كل الاكل اللي في الثلاجه. فهم عندهم القصص دي، هم يعني بيعرفوا يسرقوا جدا جدا. بيعرفوا في كده اصلا برود كده في التعامل، اللي هو انا مش قلقان منك. ايوه. وتلاقيه بيصغر لك. بس هو من اول مره رحت فيها ماليزيا خالص قالوا لنا الكلام ده. يعني ما تحاولش تهزر معاه عشان هو مش بتاع هزار، مش زي ما بنشوف في الكرتون يعني. لا هو ممكن يروح صفخك واحده، ضربك، معورك، هو يعني بيأتاك يعني. ايوه مع شكله اصلا، يعني شكله باين ما بيهزرش. مش كيوت يعني. بس هو كيوت من بعيد يعني. برضو كان في صغننين كده كتير، البيبيهات صغننين دول هايلين، ودول بيخافوا بيجروا يرجعوا ورا. ايوه عشان بيبي لسه ما اتطواش. بس هم عموما لا يعني. وبعدين في مره تانية بقى، فاكر لما كنا قاعدين بناخد 5 o'clock تي وخد الكيكه. يا لهوي لحد دلوقتي علي بيتكلم عن الكيكه لحد دلوقتي. الولد فزع فعلا، لان احنا قاعدين في تراس شيك كده ولذيذ، وقدامنا البحر والنخيل العليل وكله فله، وقاعدين بنقضي بقى اجازه سعيده، وبيشرب بياكل الكيكه وبنشرب شاي وبتاع. وفجاه قرد راح جه واقف عند السور، راح باصص يمين وشمال وما لقاش حد، راح نطه كبيره جدا، راح هابط على الترابيزه عندنا، خد الكيكه وراح نطت ومشي. انا بقى اتخضيت، وبعدين ببص جنبي ما سمعتش اي صوت، ببص جنبي لقيت علي فريز. فريز مود. بعدين ما ببص له شويه كده راح ساكت، راح بدا يعيط. اصل هو الناس اللي على الترابيزه اللي ورانا هم اللي خدوا رياكشن، فاتخض، حس ان في حاجه بتحصل مش صح، يعني كان بيحصل مش المفروض يحصل. وبعدين لقى الكيكه مش موجوده في الطبق، فحس ان مش عايزها، بس هو في حاجه حصل غلط. ايوه لا، وجاله لحظه فريز كده مش فاهم. هو بيريلايز بقى ايه اللي حصل، ايه الموضوع. لا بيروح الحضانه يحكي للميس بقى، القرد جه نط مانكي خد كيكه، مانكي خد كيكه. يعني الموضوع مأثر فيه جامد قوي موضوع الكيكه. متاثر بالموضوع جدا. فدي برضو من الحاجات اللي ما بننساهاش يعني. فلو حد بيخاف طبعا يعني مش عارفه اقول له ايه، ما تروحش افريقيا بجد. لو بيخاف او يعني يدرب نفسه. يعني لو بيخاف خوف عشان مش عارف الحاجات دي، ممكن يدرب نفسه ومؤهل نفسيا للقصه. بس لو هو فعلا بقى عنده فوبيا او كده، لا تعالج الاول. في بالي كان في مانكي فورست. المانكي فورست اصلا كلها قرود، وناس بتمشي في وسطها وبتاكل معاها وتشرب معاها، وقاعدين في وسطهم بالساعات، يعني بيقضي اليوم كامل في وسط القرود. ايوه ما احنا رحنا، بس الناس اكيد اللي بتخاف مش المفروض تعمل كده يعني. صحيح. يجرى له ده قلبه هيقف. بس محتاجين يعني انت فاكر القدر يعملوا فلوبينج وقرر يفتح الشنطه وياخد حاجه من عندي. بس دي حاجه كومن جدا، القرود هناك بيحملوا الحركه زي على طول. لو شاف حته كده مفتوحه في الشنطه يروح مادد صباعه على طول، هوب افتح. نط على الشنطه. يا ابني هات الشنطه، اكيد فيها اكل. انا متاكد ان فيها اكل. عماد مأكد لي. لا المونكيز اللي في افريكان بارك دي، اللي هي على الطريق الصحراوي، بنفس الاتيتيود اللي بيجوا يفتحوا باب العربيه اللي كانوا عايزين يخشوا ياخدوا علي دول. فاكر مره كنت انت مدياني البريسلت بتاعت الموسكيتو دي، اللي هي اللي بتحط فيها مش فاكر ليمون جراس ولا ايه. كان مره القرد كان عايز ياخدها مني. ايوه كنت انت فين؟ كنت في بالي برضو. في بالي والقرد مصطفى مصورها لي قاعد يسحبها من ايده. ايوه قرد صغير كده حاطط عليا، قلت ماشي جاي يلعب معايا، عجبته البتاع الصفرا دي، شدته. قال لك انا عايزها. انا هاخد دي. انا هاخدها. لا القرود يا جماعه هم مختلفين يعني، مش مرعبين لو انت ما عكتش يعني، بس هم مش كيوت. يعني موضوع الكيوتنس ده في الكرتون بس. صح. بس غير الخوف يعني، غير الناس اللي بتخاف، احنا محتاجين ناخد دايما البريكوشنز. يعني لو بيقولوا لنا مثلا في بارك ما تعملش 1 2 3، فما تعملش 1 2 3 عشان هم بيبقوا عارفين. نو جونجر نو جونجر. يعني مثلا ما تعليش صوتك في وسط الحيوانات، ده مهم. ما تمدش ايدك مش عارف بالطريقه الفلانيه، ما تعملش كذا. يعني الحاجات اللي هم بيقولوها دي بتبقى مهمه فعلا، مهمه جدا. هم ساكنين وعايشين وسطهم، فالبريكوشنز حاجه اساسيه في الانفايرمنتس اللي احنا مش عارفينها يعني. هي فعلا بيئات مختلفه عنا، فلازم نسمع الكلام يعني. وطبعا في البيئات المختلفه دي بتلاقي حاجات كده فعلا بعيده عن ذهنك خالص يعني. وظيفه عمري في حياتي ما تخيلت اقابلها. يا خبر ابيض. في راجل مسؤوليته في الحياه انه يخوف القرد. بقول لك هم عندهم طريقه، هو اصلا بيمشي بطريقه معينه. هو راجل كده بيلبس طقم معين، قميص ابيض معين ببنطلون كده شبه الانجليز زمان. بس كمان البنطلون بيبقى باستك ومنفوخ كده تقريبا عشان يكبر شكله. هو غالبا له شكل يعني، هم دارسين ده من سنين غالبا. ده نفس الشكل، بالنبله في ايده ومعاه فيها طوب، حاطط في جيبه شويه طوب ومعاه نبله. وده واقف، اي قرود تتجمع يروح بس منشن عليهم من بعيد بالنبله، يروحوا جارين. هم اصلا عارفين الراجل ده، ما بيجوا شفتات. الراجل ده واحد تاني بياخدوا شفتات مع بعض، الاثنين بيمشوا بنفس المشيه وبيقفوا نفس الحتت ويبصوا كده ايه، نظره معينه كده بشكل من الخيلاء. ايوه. فتلاقي القرود كلها خافت، فيفضل القرد عشان يسرق حاجه يفضل يبص حواليه، يتلفت يدور على الراجل ده. اول ما الراجل ده بس يتورب ينط على طول. يروح سارق الحاجه اللي عايزها. ده بالظبط اللي حصل ساعه الكيكه. انا شفته قبلها يعني. انا كنت شايفه القرد ده قرب بشكل ان هو على السور. هم اصلا ما بيجوش حتى ناحيه السور بتاع التراس. فهو لما بص على الراجل ده ما لقاهوش، هو ده اللي جرأه ينط وعمل خطه الكيكه.
خطه مشهوره. بس هي عموما السفر لدول افريقيا يعني فعلا فيها حاجات مختلفه وجديده ومغامرات، يعني بترجع كده معاك تساؤلات كونيه كتير. يعني مثلا اول مره في حياتي اشوف طياره لونها اورنج. ايوه أورنج. صح ايوه كانت كلها اورنج صح. يعني ده موضوع كان غريب بالنسبه لي، طياره كامله لونها اورنج ازاي كده يا جماعه؟ بس انا اصغر مطار شفته هناك، يعني اول مره اشوف مطار تعدي الباب تبقى عند الطياره. شفته في افريقيا ولا نشوف في حته تانية؟ صح، احنا شفنا واحد في تنزانيا قبل كده وده بس ده اصغر كمان، اصغر. والمطار الكبير بتتمشي لحد الطياره، ده كان جديد بقى، دي كانت جامده جدا. انك تعدي الرانوي على رجلك ده موضوع. لا بقى تقول لي تانل ولا تقول لي اتوبيس، خد شنطتك في ايدك وتوكل على الله، تقرفناش ولا منقوش. عارف، اتبع الاسهم اللي في الارض وتوكل على الله، يلا روح. وبعدين يا جماعه مش حته صغيره، يعني الناس تبقى فاكره بس ان انت هتنزل فتوصل، لا هو الموضوع مش كده، احنا مشينا كبير، الرانوي كله مشوار كبير على صح. رجلينا. ويعني بقى مصطفى كان شايل علي عشان علي كان نايم، فشايله بقى المشوار وما بيخلص مشوار كبير فعلا. يعني مش انا مثلا حاجه بتاعت ربع ساعه ماشيين امشوا يا جماعه على الخط الابيض. بجد انتوا بتهزروا ولا بتتكلموا بجد؟ ده كان مشوار فعلا تقيل. دي كانت حاجه عمري ما شفتها في حياتي، كنت فاكره انها فيها خطوره زمان، طلعت عادي. هو احنا طول عمرنا فاهمين ان فيها خطوره، بس من الواضح ان لا، عادي، احنا اللي فاهمين غلط. موضوع غريب جدا. وبعدين برضو موضوع الشنط، يعني انا شفته بس في مصر في الواحات اللي بيحطوها في حاجه دي، ان انت الشنط تنزل من الطياره تقعد على تريسيكل كده وتطلع لك بره، تمد ايدك في التريسيكل تاخد شنطتك. ده كنت شفته في المطار بتاع الواحات، الدخله كانت الدخله واندهشت، اتاري عادي في منه كتير. ايوه بتحصل. بيلموا الشنط كلها على كده حاجه شبه العربيه كده، بيجروها، حد بيجرها بايده. لا مش تريسيكل، حد بيجرها بايده كده اصلا. بيجروها ويروحوا جايين تقريبا في هنا في مصر كانت على تريسيكل او نص نقل. ايوه هنا لا، هناك لا حتى ده ما جابوش، ما كلفوش للدرجه دي. حاجه كده بيجروها وتقفي بقى تصطادي شنطتك. وشكرا، كل واحد بقى يخش كده ياخد شنطته في طابور الجمعيه ده وخلاص. لا بس بقى الطبيعه، يعني السما حوالين المطار مفيش كده، كانها فيلم يعني مرسوم، كان حد رسمها رسمه كرتون، سبحان الله. يعني افريقيا يا جماعه از ديفرنت بجد، يعني بتنزل تلاقي كل حاجه لونها مختلف. اول ما بتنزل المطار كده بتتخض، بتلاقي الاخضر ليه درجه كده، الناس نفسهم سمرهم ليه درجه، وكل بلد غير. السما ليها درجات ازرق كده مش بنشوفها. يعني هي انا بحب افريقيا. لا والتقاء السما اصلا مع الارض، يعني درجات الالوان ما بين السما والارض البعيده، انت شايفه فيلد كبير جدا وبعيد، فالالتقاء بينهم الوانه رهيبه ودرجاته فظيعه حلوه جدا جدا جدا. والارض اللي هي كمان مش مزروعه الوان، يعني بتلاقي التربه نفسها ليها الوان كده، احمر واصفر يعني افريقيا از هاي ساتوريشن بليز. صح، هاي ساتوريشن. عارف كان حد زود الساتوريشن. ايوه حد عارف لما تمسك موبايل تعمل هاي ساتوريشن، هي افريقيا هاي ساتوريشن بليز. يعني ما بينفعش تنزل وما تبقاش مبسوط يعني. لا وكينيا كمان الناس يعني ناس شيك جدا ومهتمين بنفسهم جدا جدا، رجاله وستات. فبيلبسوا حلو شياكه يعني. لا شياكه والوان بقى، بوريك الوان وشعر الوان وبدل مش عارف عامله ازاي، والشوارع يعني هم مهتمين بنفسهم جدا جدا. جدا جدا. وبعدين في مولات وفي كافيهات، وبتخش عايز تاخد قهوه وكيك. على فكره في دول افريقيا كتير مفيش كده والله. يعني ما بتلاقيش. يعني انت تروح تقعد في مول او تقعد في كافيه او تقعد في ريستورانت، مفيش كده في كل دول افريقيا. لا ايوه صح، الدول قليله والعواصم فقط. لا هي دي بس خليني اقول لك مشاهده قويه جدا من خلال مشاهداتي القويه برضو، ان غالبا نيروبي تعتبر هاب للحاجات الطبيه، لان شفت كميه اعلانات طبيه هناك كتير جدا، مستشفيات كبيره جدا، فواضح ان افريقيا كتير بيروحوا هناك يعملوا عمليات. وعلى مثلا يموت الزمار وصوابع يعني قاعدين نتفسح، قال لك طبيه. معلش برضو لازم اقول لك حاجات عميقه عشان يبقى طلعتي بمعلومه. حد عايز يعمل عمليه، حد عايز يعمل حاجه هناك يطلع لنيروبي. بس هو فعلا شفت اعلانات كتير، بالذات بقى لما جينا قعدنا في المدينه اكتر. يعني احنا قعدنا في نيروبي جزء في الغابه وجزء في المدينه. الجزء بتاع المدينه كان فيه اعلانات كتير وتجميل وشعر وتركيب شعر ومش عارف ايه، حاجات اللي واسنان يعني كل حاجه، ديرماتولوجي كتير، حاجات كتيره قوي من هذا القبيل. فهي واضح ان هم الناس بتيجي تعمل حاجات من كل افريقيا هناك يعني. بس الاكل هناك كمان كان حلو. طبعا كان حلو جدا، ده اهم مطعم رحناه، ازاي ننسى حاجه زي كده؟ انسى ايه ده، ما يتنسيش. دي تجربه افريقيه، الناس بتجيلها من كل دول افريقيا. مطعم كارنيفور اللي هو بيقدم لحوم للابد. ده لحد دلوقتي علي بيحكي ويتحكى. تمساح اكل التمساح كروكودايل. هو ما اكلوش، هو كان نايم، بس هو سمعنا عمالين يقول هنروح ناكل التمساح، وبعدين هو نام واحنا كلنا ومشينا وهو نايم، يعني روحنا بيه نايم، فهو بقى اعتقد ان هو كل معانا. ايوه فخد التجربه. بس هو المطعم نفسه اكسبيرينس، ان انت بتفضل ينزل لك لحوم طول ما انت قاعد. بيعدي واحد يعني اسياخ مختلفه من وحيد، بيعدي ناس كتير قوي.
وانت طول ما انت قاعد بيعدي عليك سيخ انواع لحوم مختلفه. مره مثلا نعام، مره غزال، مره عادي لحمه لامب، حتت معينه كمان من الحيوان. طبعا يعني الكبده اللي مش عارف ايه، اسامي كتير طبعا، في حاجات انا ما اعرفهاش اصلا. وانواع اللحمه نفسها، كل واحد بيجي وسوسج وكل حاجه، كله اي لحوم، وكل واحد بيجي يقطع لك حته من السيخ، وانت بتقول له كفايه حط لي ازيد. اللحمه اللي مش عاجباك تقول له لا ما تحطهاليش، تقول له النبي انا ما دقتش النعامه. النبي يا اخويا تبعت لي حته بس من دي حته حلوه. الراجل ابو تمساح اللي هناك ده ما جاش. بس هو بيقترح عليك الصوص اللي تحطه مع اللحمه الفلانيه، يعني هو بيقترح عليك اي صوص هيكون انسب للحته اللي بيحطها لك. هم في الاول بيحطوا لنا كده طبقين مليانين صوص وسلطه، صوص من انواع كتيره قوي وسلطات، وبعدين لما بيجي ينزلك لحمه يقول لك دي بتليق على كذا. فكانت لذيذه برضه. المطعم نفسه ليه امبيانس كده وليه شكل، كله طبعا ناس من حتت مختلفه، تحس في ناس كتير جايين اجانب وفي من البلد، يعني ليه مود كده. ما هو الناس جايه قصدها حاجه من المعالي للمكان، يعني هتفضل تاكل لحد ما تستسلم. ايوه، او ما تنزل العلم يبقى انت كده خلاص سلمت، فتبطل اكل. فهو تجربه لذيذه. احنا عملنا التجربه دي قبل كده في البرازيل وفي امريكا. برازيل. بس هي يعني كل بلد لها طعم. لا البرازيل بصي بقى كانت حلوه. لو هنرجع بذاكرتنا للبرازيل فنرجع لحلقه البرازيل ونتكلم عن اكل اللحمه في البرازيل. ده اصلا حلقه البرازيل كان فيها جزء كبير قوي عن الاكل. اصل اللحمه دي كانت حلوه قوي. انظر الكتاب صحه البرازيل. يعني كان بيقول كان حلو. بس البرازيل كانت سوبر السوبر. لا بص بصراحه مفيش لحمه زيها. يا كلت ده وكلت ده. لا في البرازيل كان موضوع. مش عارف بقى التتبيله، اللحمه نفسها، طريقه الشوي، بس هو الاكل هناك كان اللحمه كانت حاجه تانية. بس هي مراعي البرازيل رهيبه برضه. طبعا يعني المراعي هناك مختلفه قوي غير افريقيا. فلا يعني هناك بصراحه التجربه بتاعت اللي هي المطاعم المليانه لحمه دي بتنزل وانت تستسلم دي كانت هناك في البرازيل بصراحه كانت اقوى. وفي امريكا يعني برازيل بعدين امريكا وبعدين كينيا بصراحه. بس انا اكلت البلبوز الابيض ده، البقلول اللي بيحطوه الكيني ده. وجنبه الزرع الاخضر. الست قالت لي الزرع الاخضر ده موجود في اي حته. بنسلقه كده وناكله. ده اكله كينيه تقليديه. مع انهم قالوا لي ده سبانخ. ما اعرفش، انا اي حد يقول لي حاجه تقليديه لازم اجربها على طول. اي حاجه بتاعت البلد نجربها، ما هنلاقيها فين تاني. انا اكلت حاجات مريبه في المطعم بتاع البحر ده، كل مره يحط حاجات في جزء كده كيني. طب هات من ده جميله. بس كان حزن بصراحه. لا كانت جميله. كان في حاجات كده طعمها مش عارفه بلاستيكي. طعمها غريب شويه، بس هي برضو يعني احسن من الحاجات الاسيويه او اقرب لنا من الحاجات الاسيويه بصراحه. طبعا الشاي المساله مثلا ده كان بطل الرحله. لا شاي المساله هو في زيه. هو احنا اكلنا شربنا زي الشاي المساله. كنا بنشربه 50 واحد في ده حقيقي. ده الشاي بتاعهم ده اقوى مشروب. ده كان جميل جدا. وطبعا القهوه هناك حلوه جدا جدا معروفه يعني. انما الاكلات الوطنيه بتاعتهم اللي اكلناها في الاوتيل ما عجبتنيش، لان برضو خلينا نفرق ما بين ان احنا جربناها في فندق او لو اكلتها عند حد مثلا. ففي الرحله دي كانت قصيره ما لحقناش نعمل فيها تفنين ان احنا ناكلها مثلا في بيت او في مطعم شعبي او كده. فممكن يكون طعمها مختلف. ده سيم يعني لو انت في مصر مثلا قررت تاكل ملوخيه مثلا في مطعم 5 نجوم غير لما تاكلها في بيت ناس مثلا او تاكلها عند جد حد شاطر، يعني حد بيعملها كويس وحد بيعملها وحش. مطعم شعبي. ما بحسبش التجربه دي ان هي دي بتاكد ان الاكل الكيني مش حلو. انا ما بحسبهاش كده. لا والطبق اللي كلناها في المطعم كان في طبق كده راجل جاب لنا كل الحاجات اللي عنده في طبق واحد، الرز مع السلطه مع الخضار مع اللحمه مع الفراخ كلهم في صينيه كبيره كده. كنا مصورينها الصينيه دي، من فضلك نزليها لنا. ايه ده احنا ما نزلتهاش. ايوه دي الصينيه فيها كل الحاجات. لا لازم ننزلها. معاها العيش بتاعها بالمزروعات بكل شيء. فهم عندهم اكل طبعا حلو جدا وعندهم حاجات نص نص. ما زي ما قلت برضو هي التجربه مش كامله عشان المره دي ما عرفناش نعمل العاب معينه كده تخلينا ندوق من كذا حته، والوقت كان ضيق ومعانا عالي وكده. هو برضو السفر بالاطفال بيبقى يعني ايه بتلم حاجات كتير، اكسبيرينس بتبقى اقل كتير دايليوتد عن اللي بتعملها وانت لوحدك، عشان بتضطري بقى بتتنازلي عن اشياء طبعا. ما هي كده ما نعملش خالص. فلا نكمبرومايز عادي. يلا بينا نتكلم عن المواقف الغريبه. هي الرحله تنفع من غير مواقف غريبه؟ هي الرحله ايه غير شويه مواقف غريبه فوق بعض؟ اديني في وشي على طول. اول نزله على طول. فين ايه الفيزا بتاعت الامارات. يوه نسيناها. احنا بقى ايه عندك وقت؟ وراك حاجه ولا فاضي؟ احنا كان المفروض عندنا السفريه، احنا يعني اول مره نسافر بعلي خدنا طياره بالليل، فكان صعب جدا. يعني اكتشفنا ان احنا نسافر بالليل متاخر دي كانت حاجه صعبه، فالافضل ان نسافر بالنهار يبقى هو بنشاطه، ولو نام شويه في الطياره تمام. فكان الاختيار قدامنا ان احنا ناخد ترانزيت في الامارات علشان نقدر نسافر بوقت مريح، حتى لو الترانزيت كان طويل شويه. فقلنا هناخد يوم جوه الامارات ونريح وننام وكل حاجه. وكان في موضوع الفيزا بقى. كان في فيزا ترانزيت دي هم من زمان بيعلنوا عنها من ايام الكورونا، ان انت ممكن تاخد 2 days فيزا فور فري لاي حد هينزل ترانزيت في الامارات، ومش محددين انهي اماره يعني. فكنا رسمنا على هذا الاساس وحجزنا مع طيران اماراتي فعلا واتكلنا على الله. لبسنا بقى
اولا الطيران اللي حجزنا عليه هو طيران العربيه، وهو طيران غريب جدا في الريسبونسز بتاعته. بدون ذكر اسماء. يعني لا بيردوا، يعني الكول سنتر ما عندوش معلومه اونلاين، ما فيش اي كلام على الفيزا دي ترانزيت. قال لك طب روحي المكتب اخر الطرقه ما ما رحت المكتب اعرفكش. اسالي، رحت المكتب بسالهم، لبست ونزلت ورحت المكتب، قال لك لا ما عندناش وما نعرفش ومش هنعمل لك حاجه. طب ايه يا جماعه؟ لا ما فيش. في الاخر اضطرينا نطلع فيزا عاديه جدا علشان نقدر نقعد، فدفعنا فلوس فيزا عاديه اللي هي شهر. ده اللي اضطرينا نعمله، وطبعا الوقت كان ضيق جدا، فاحنا لغايه لما ركبنا الطياره ما كانتش الفيزا دي طلعت. والله فبقى الطياره بقى كانت زي بالظبط طيارات الحج. اخدت الطياره الاولانيه لحد هناك بدعي ان احنا نطلع الفيزا تطلع، يا رب يا رب اوصل الاقي فيزا، يا رب ما اتمرنش في المطار في الوادي الصغير ده. احنا بالنسبه لنا، انا بالنسبه لي عامه ومصطفى فلكسبل جدا، يعني ممكن يبقى عندنا 12 ساعه ترانزيت هنتصرف عادي. عادي هنريح وناكل ونشرب ونقوم وننام وتمام. عادي. بس الواد الصغير ده غلبان ذنبه يفضل قاعد في مكان مقفول 16 ساعه، حرام. ده بقى بالنسبه لنا تقطيع قلب يعني. وعاده المطارات بيبقى فيها اوتيلات، يعني ده بيبقى دايما الاوبشن لو احنا هنطول ومش عارفين نطلع البلد دي او الفيزا بتاعتها فيها مشكله، بنقعد في الاوتيل بتاع المطار. لكن المشكله ان الاوتيلات بتبقى صغيره ومحدوده، وهو بيبقى واحد مثلا 2 بالكتير، فهو كان في واحد ومفيش حجز كمان اونلاين. يعني انا حاولت، ما أنا قلت احضر باك اب بلان، لا لازم اما تروح تحجز ويكون معاك البوردنج بتاعك. فالقصه كانت سخيفه جدا، يعني ممكن نروح ما نلاقيش، ودي حصلت معانا قبل كده. فبقينا بقى حاطين ايدنا على قلبنا، ترى هيبقى في فيزا هنقدر نخش ونبات في اوتيل. مصطفى اوريدي كان حاجز اوتيل جنب المطار، ولا هنلبس في الحيطه. فكانت بجد لحظات عصيبه في التيك اوف وفي اللاندنج. ولما بقى نزلنا المطار طبعا معناش بقى لسه انترنت، دخلنا المطار علي طبعا نزل يجري جوه المطار، فجريت وراه وقعدت استنى اللحظات اللي مروه هتناديني فيها، وركزت جدا مع ملامح وشها بتبص في الموبايل، وفجاه لقيت ملامح وشها اتفكت. عرفت ان الفيزا وصلت. الحمد لله الفيزا كانت طلعت، الف حمد والف شكر، واحنا في الهوا في الجو الحمد لله. فدخلنا بقى على طول ورحنا فعلا الاوتيل، بس يعني كان في لحظات ستريس عنيفه. لحظه ستريس فعلا. بقول لك السفر بالاطفال ايه غير. ما هو لو من بدري يعني هم لو قايلين القصه من بدري كنا رتبناها او نسقناها او عرفنا نلاقي بديل، بس هم زنقونا شويه موضوع الطيران ده. زنقونا كتير. حتى كمان الريسبونسز، يعني محدش بيرد عليك، فبتبعت مثلا ميل، بتبعت كومبلين، تتصل وبعدين يقول لك طب روح، فتاني يوم تقوم رايح. يعني كل حاجه بتجر يوم في 2 في 3. دي قصه برضو. وداخلين على اجازه العيد والوقفه، فالامور كلها كانت بصراحه ستريسفul جدا، بس ربنا يعني الحمد لله نجدنا. ربنا نصفها نوسه. اي والله الحمد لله. جالنا الفيزا ودخلنا هذا اليوم الحمد لله الامارات، وده كان اليوم الصيفي الوحيد اللي قضيناه في اجازه بشهر 7. بس والله دخلت الامارات بتبقى حلوه، يعني الترانزيت في الامارات حلو. انا بحب الامارات، انا بحبها في الترانزيت كمان بالذات. ايوه جميله كده، وبتحس انك خدتي فليفر لطيفه جدا وحلوه، تحس انك عايز تقعدي اطول. طب ده هنا في حاجات حلوه. وصيف. ايوه طبعا. وبعدين احنا لما رحنا اصلا اما طلعنا على كينيا كان متوقع ان الجو يبقى ربيعي لطيف، للاسف ما كانش ربيعي. والله كل المذاكره اللي ذاكرتها بتقول ان ده احسن وقت في السنه لكينيا عشان ما تبقاش حر بالظبط. بس احنا برضو ما بصينا على الويذر فوركاست، قلنا كانت درجات الحراره تتراوح مثلا من 24 23 ل 26، فتمام. فاخدين معانا لبس صيفي وجاكيتات، كل واحد فينا جاكيت. إذ بينا نفاجئ اما رحنا هناك هم نفسهم مندهشين، الجو كان ساقع جدا، في يوم كان 11. ايوه قالوا لنا ده اسقع مره تحصل لنا في عمرنا، ما شفناش ساقعه زي دي قبل كده. لدرجه نزلت جبت هدوم شتوي ليا انا وعلي ومصطفى، كل واحد فينا جاب سوات شيرت وجبنا الولد بنطلونين وكده. قعدنا بالبطاطين بقى قاعدين فاتحين لنا دفايه بالنار كده، وقاعدين حواليها بالبطاطين وقاعدين بنغني بيت صغير في كندا. في كندا واحنا في كينيا، بيت صغير في كينيا. حاجه عظيمه يعني. فده كان موقف برضو ما بنساهوش، ان احنا فعلا انا اتعلمت ان ما ينفعش اسافر حته من غير ما اجيب لعلي هدوم تقيله حتى لو صيف. صح. خلاص يعني موضوع ده درس المستفاد. بجد والله انا اتعلمته، يعني هجيب له جاكيت وبنطلون تقيل، ما فيش هزار، حتى لو رايحين في الصيف. رايحين البحر. احنا كنا واخدين جاكيتات، بس على اساس ايه؟ ان احنا الطبيعي ان انت لما بتطلع في حاجات في الاوتر سكيرتس، يعني مثلا في غابه، في جبل، في مدينه فيها حاجات بره، دايما بيبقى الجو اسقع او رطوبه عن جوه، فبناخد معانا دايما جاكيت في حته زي دي. فانا اخده هنا احنا ال3 جاكيتات، وهي ووتر بروف، مش جاكيتات تقيله قوي، عشان انت بتبقى اكتر عايز تعمل ويند بريكنج، او مثلا الرطوبه مش عايزه تخش، فبتبقى الووتر بروف هي الانسب. ولكن ما كانش كده خالص، احنا كنا عايزين عادي صوف عادي خالص. كنا محتاجين صوف عادي. بس لما اتدفينا تمام. هو بس كانت المفاجاه ان اول ما نزلنا من المطار لقينا الناس لابسه لبس كتير، بلوفرات وجاكيتات تقيله. ايه الموضوع يا جماعه؟ مش في كينيا ولا نزلنا غلط ولا ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ جو ساقع يعني. بس الحمد لله عدت، ويعني كله عدى لغايه بقى واحنا مروحين كان لازم برضو ناخد لنا بلوف.
بلوف المطار الشهير. على فكره ان ما كانش بلوف، دي كانت حاجه عاديه جدا. اه واحنا معديين المطار كان في يافطه كبيره جدا ان دي كوربشن فري زون، ان هنا مفيش نصبيات. تحس ان انت يعني عارف، فكرتني باحساسي لما رحت امريكا وانا ماشيه في الطريق سايقه كده، لقيت يافطه كبيره بتقول خد بالك من التراب بتاعت الدببه. يعني فاهم؟ أيوة. عارف الاحساس ده؟ خد بالك عشان في ترابس بتاع الدببه، يعني في دببه كده. هو محطوط في يافطه كبيره جدا على المطار ان هو كوربشن فري زون. مش بتاع كوربشن، احنا مش بتوع كوربشن يا جماعه. فايه قصدكم ايه؟ عايزين ايه؟ نفس الفكره. اصلا غريب جدا وانت داخل المطار، داخلين في العربيه، خلونا ننزل من العربيه تعدي واحنا نعدي على رجلينا في حته تانية ونتفتش. ده كان موضوع بالنسبه لي غريب جدا برضه، عامل زي النفق كده اما باخد علي وانزل وامشي على رجلي يعني. بس ده كمان للعاملين مش بس داخل المطار، يعني حتى الناس اللي بتشتغل بيعملوا معاهم كده. وده غريب فعلا. هو في جو كده واضح ان الكوربشن يعني هناك قايم دوره. وطبعا لمسنا بايدينا ورجلينا ومناخيرنا. احنا كنا داخلين عادي جدا، عملنا بوردنج والناس كانوا ظريفه جدا ولطيفه، عشان علي كان نايم مامته شايله، فقالوا لها خلاص خليك انت قاعده وتمام التمام. وعملنا البوردنج وعملنا كل الحاجات وداخلين بقى، حطينا شنطنا وعملنا كمان عندنا الجوازات. وبقى الراجل بتاع الجوازات جابني من بعيد، كشاورني من بعيد، انا ما فهمتش هو عايز ايه، وراح جاي معديني عشان يعديني في صف اسرع. ما فهمتش غير بعدها هو كان عايز ايه. وعدينا دخلنا جوه بقى عند الطياره، قال لك فين الشهاده الصفراء؟ عايزين الشهاده الصفراء. الشهاده الصفراء واحنا ماشيين، هو في حد بيطلب شهاده صفراء وانت ماشي؟ قال لك انتوا ماشيين من كينيا راجعين مصر يبقى لازم شهاده صفراء، مش هيدخلوكم. قلنا له يا ابني احنا مصريين يا ابني، هيدخلونا هيودونا فين طيب؟ يعني مش هيدخلونا، هيودونا فين؟ هيرجعونا عندكم؟ عارف الاب بتاع ارجع مطرح ما كنت، يابا ده بيتنا مفيش. اصل مفيش حته ثانيه هيودونا فين؟ طب هيسيبونا في الطياره؟ هنقعد نخدم في الطياره بقيت عمرنا؟ هنعمل زي في توم هانكس؟ طب هنعمل ايه؟ ما اكيد هيدخلونا في الاخر. قال لك لا مش هينفع، اصل لازم تكون شهاده صفراء. قال لك قلنا له طب احنا عندنا مش مطلوب الكلام ده. طب استنوا هبص على الكمبيوتر. بص عنده كده في دوكيمنت، قال لك لا مطلوب. قال لك لا، لو عديتوا 6 ايام فانتوا كده يبقى محتاجين الشهاده الصفراء. اقل من 6 ايام استنوا كده، انتوا النهارده اليوم السادس، يبقى انتوا لازم محتاجين بطاقه صفراء. اي كلام في البتنجان. انا بقى اصلا اتنرفزت بقى، ابتدى يبان على وشي النرفزه. طبعا مصطفى راجل هادي دكتور نفسي يا جماعه، انا بقى مفيش. بس قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ طلع لي ورق رسمي بيقول الكلام ده. القرارات دي طلعت منين؟ وانهي وزاره خارجيه اللي عاملاها وكده بقى. وابتديت اشرحها مصريه بس بالانجليزي. ده ناكلك ناي. يعني جرست مصطفى. فالراجل بص لي، وبعدين بنت جنبه تقول لي مكتوب قدامك فين؟ ما انا ممكن اكتب لك نوت باد واوريها لك قدامك، ايه الموضوع يعني؟ كده بقى وقفش بقى. وبعدين واحد جنبها لا خلاص ما تكلمهاش. هم حسوا اني هعضهم او لا، بعدين قال لك خلاص ما تكلمهاش بقى وسابونا وخلاص بقى مفيش اي حاجه بتحصل. طب وبعدين هنعمل ايه؟ يعني هنعمل احنا ايه دلوقتي؟ هتسيبونا في الشارع ولا ايه الموضوع؟ الطياره هتروح علينا، ده نقوم نقتلكم دلوقتي. بالظبط. فجت بقى الحاجه الكبيره بتاعتهم اللي هي عدتنا من اللقطه اللي فاتت، جت لنا بقى قالت لنا انتوا كده بتضيعوا على الفاضي والطياره هتروح عليكم، خشوا بقى فوق الطعام وهاتوا شهاده. قلنا لها يعني في تطعيم هنا في المطار؟ قلنا لها قلنا احنا اوريدي من الطعام. قالت لها خلاص ادفعوا لهم الفلوس وخدوا الشهاده الصفراء يلا بسرعه. طب ما تقولوا من بدري انتوا عايزين فلوس. يعني ليه اللفه الكبيره لازم تقولوا عايزين فلوس؟ هناخد فلوس ونعديكم، سهل الموضوع. واحنا ماشيين بقى، واحده فيهم اخدانا وماشيه واحنا عمالين نبرطم وانا ماسكه بقى عماله احاول اكلم السفاره المصريه هناك عشان اشوف ايه اللي بيحصل ده، لان ده كلام فارغ يعني. هم طبعا ما بيردوش، مش مشكله، بس يعني بس بنحاول، معلش لازم نحاول. فهو بس ده حاسه في توترات. وبعدين فجاه حد منهم كلمها قال لها رجعيهم. ايوه، بعد ما لفتنا بره يعني خرجتنا بره الجيت اللي هي فيها التفتيش والقصه دي، راحت مفانا تاني. قالت لنا خلاص كلموا الخطوط الطيران وطلع عادي. اي كلام بقى، اي كلام في الحمام بجد. رجعنا لهم بقى، طبعا هم كلهم متنشين مننا مش طايقيننا بقى، فكلهم باصين لبعض. فالست بقى الكبيره قالت لنا عامه لو حد وقفكم في مصر قولوا له هنبعت نجيب الشهاده من البيت ونيجي. يا سلام. يا سلام. يا سلام يا ست الكل، انت مالك ومال مصر يا حاجه؟ ركبيها الطياره مالكيش دعوه. لا وبعدين بقى ايه المضحك؟ اقول لها يعني عشان الترانزيت احنا كنا راجعين ترانزيت تاني على الامارات. اقول لها الامارات طالبه كده، يعني انا اكلم مطار الامارات تقول لي لا مش الامارات دي مصر. الله، ده انت بتمثلي بقى. طب انت مالك ومال مصر؟ لا طالعين من عندنا الامارات. لا وبعدين تقول لك مصر ايه؟ احنا اصلا خطوط الطيران المصريه ما بتطلبش، يعني بتقول لك ايجيبت لا ما بيطلبش، بس الخطوط دي احنا مش عارفين. طب احنا لو هننزل نازلين الامارات لا ما ينفعش، انتوا راجعين مصر. طب عايزين ايه انتوا؟ هو مفيش اي حلول عندكم؟ لا كلام فارغ طبعا، وبيقولوا اي كلام فعلا. وبعدين دخلت بقى بعد ما عدينا، هم تقريبا حسوا ان احنا لا هنطلع فلوس ولا شكلنا هنعمل لهم مشاكل. ايوه في الاخر وهي ماشيه معايا فقلت لها انا دكتور، فانا قلت لها انا دكتور ان التطعيم احنا اصلا متطعمينه وما ينفعش نطعمه تاني. فهي حست ان في الناس دول شكلهم لبش في الاخر، هيقعدوا يجادلوا على الفاضي هيقرفونا. راحت
بقى عدونا. بعد ما عدونا بقى قعدت ادور بقى وانا قاعده في المطار جوه وزاره الخارجيه المصريه بتقول ايه على التطعيمات واللي جاي من كينيا. مفيش طبعا موضوع 5 ايام ده هم اخترعوه فجاه عشان احنا قعدنا 6 ايام. فقعدت ابص كده وبعدين مكتوب حتى ان لو اي حد جاي من كينيا مصر ومعوش البطاقه الصفراء بيتعزل 3 ايام في اوتيل، بيكتب اسمه ويخش يقعد في اوتيل 3 ايام وبعدين يخش البلد. فهو ده ليهم يعني، ده على الكينيين. أيوة طبعا. او حد اجنبي عايش في كينيا وكمان يخش، يعني ما فيش موضوع هيخش برضه، مش مثلا مش هنوقفه مش هنركبه طياره. فهم كل اللي عملوه ده تمثيليه كان عشان ياخدوا فلوس، وفي الاغلب هم حسوا ان احنا مقرفين غالبا. فاضطروا يعدوا الموقف. بس يعني الواحد بيتعلم برضه، مهما سافرت بتتعلم. طبعا بتعلم. بس هي القصه ان برضه واحد يعني لما ياكد حقه يبقى مصر عليه وفاهم حقوقه، ودي برضه من المعلومات المهمه جدا في السفر، انك تبقى عارف انت رايح فين وبتعمل ايه. يعني ما تبقاش رايح وانت ما عندكش اي معلومه، او المعلومه ما عدتش عليك، محتاج تسال حد سافر قبلك، محتاج يبقى عندك انت شخصيا قاري او تعرف تسيرش ازاي، تعرف تدور على ايه. هو ده اللي بينجدك في المواقف اللي زي دي طبعا بعد ربنا يعني. طبعا. لا وبعدين يعني احنا رحنا كذا بلد في افريقيا، دي ما كانتش اول بلد، وفيهم كان دول محتاجه الشهاده الصفراء، وعمري ما اتسالنا عليها واحنا طالعين، يعني اتسالنا عليها واحنا داخلين مش واحنا طالعين ابدا. ايوه طبعا. هو اصلا في مصر مش بيسالوا عليها، يعني انت راجع مش بيسالوا عليها عشان هي مش مطلوبه يا ابني. ما بيسالوش علينا احنا شخصيا مفيش موضوع اصلا. فالموضوع بصراحه كان غريب. بس عدى الحمد لله وما نغص علينا، عملنا شويه ستريس، يعني في الداخل كان في شويه ستريس وفي الطالع كان في شويه ستريس. ايوه ده حقيقي. بس هي السفريه ايه غير مجموعه ستريس مثلا بعدين الاستريس ده بعدها بيحصل كده ريليس، فالواحد يريح كده فيعرف ينام. بس اوفرول كانت تجربه حلوه بصراحه، كانت سفريه حلوه جدا. وانا نفسي اروح كينيا تاني ان شاء الله ان شاء الله. وتكون بقى يعني علي كبر شويه مثلا، او ان احنا علي كبر وراح رحله تانية ورحت انا ومصطفى مثلا كده. يعني نفسي نعملها بانتنسيتي اعلى، بالذات بقى ان فيها قطر حلو جدا الناس تركبه فسحه بحد ذاته. في حاجات كتير تتعمل، يعني حتى مش بس عشان السفاري كده كده عملناه قبل كده وعملناه في دول كتير على فكره. يعني السفاري مش بس عملناه في افريقيا، احنا عملناه في افريقيا في امريكا اللاتينيه وعملنا في اسيا. يعني الحمد لله يعني كان عندنا فرصه نعمل سفاري كتير. لكن في حاجات تانية لذيذه بتبقى عايز تشوفها وتجربها باشكال مختلفه. عايزه اروح تاني، انبسطت، حاسه ان انا خدت كده بق صغير فليفر كده، خدنا طعم كده بتاع كينيا. وبعدين كينيا نخش بقى بالظبط تفاصيلها بعد كده، مره نخشها بقى ايه التفاصيل. نعيش في الاحراش. أيوة. نعيش مع الناس الكينيين، نلبس لبس كيني. ايوه. نعيش بقى ونصاحب ليزر الصغيرين من أيوة. الفيديو في الأوضة. ونشرب بقى مساله كتير كتير كتير. هو الناس اللي مش عارفه برضو المساله يا جماعه هو عباره عن شاي بلبن بالتحابيش اسمها ايه دي، تحويجه. تحويجه وبهارات. التحويجه بتاعته كده طعمها جميل. فالعشاق الشاي بلبن اذهب الى كينيا حالا هتتبسط. ايوه يعني عموما اذهب الى كينيا حالا، هي بلد حلوه وتستحق الزياره. ولو فيها اماكن فيها شويه قلق في الامان، فانت لو عملت البروبوشنز يعني مشيت صح وعملت نفسك سايح محترم كده هتعيش كويس قوي، هتنبسط جدا. وفيها اماكن كتير تتراح غير كمان نيروبي. انا شايفه ان كينيا one of the destinations. لو وصلت للحته دي من البودكاست يبقى الموضوع عجبك. علشان تسمع بقيه الحلقات اللي بتنزل كل اسبوع تعمل سبسكرايب على البودكاست وتعمل لايك للفيسبوك بيج بتاعتنا Travel Codes Podcast.